أهلا بيكم. من صفات النرجسي الخفي الغريبة جدا إنه دايما مستفز. موضوع الاستفزاز عند النرجسي الخفي مهم جدا، لأن النرجسي الخفي ما بيعرفش يفهمك غير وانت مشدود، ما يعرفش يتواصل معاك غير وانت مرتبك، ما بيصدقش مشاعرك إلا لو كانت طالعة من ضغط أو خوف أو بتحاول تثبت نفسك ليه أو بتجري وراه. هو مش بيستفزك علشان يوجعك، لكن كل مرة بيستفزك فيها بيكون ليها هدف. بيستفزك علشان يحللك أو يدرسك ويعرف فين نقط ضعفك، يستفزك ويقف يتفرج ويسجل رد فعلك ويعرف كل حاجة عنك، كأنه بيستفزك علشان يدرس شخصيتك. وده الهدف الأول بالنسبة له، واتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. لكن النرجسي الخفي بيستفزك علشان يحقق أهداف كتير جدا. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الهدف التاني. النرجسي الخفي بيستفزك علشان يطلعك الكوبري أو عشان تطلع الكوبري. كلام غريب جدا وأكيد مش مفهوم، لكن هنحاول نتعلم مع بعض. سنة 1974 اتنين من أشهر علماء النفس وهم دونالد داتن وآرثر آرون. العلماء دول عملوا تجربة مهمة جدا، والتجربة دي اسمها تجربة الكوبري الخطر. ودي تجربة مشهورة جدا، صحيح ملهاش أي علاقة بالنرجسي الخفي، لكن النتيجة اللي العلماء دول توصلوا إليها كانت مهمة جدا. العلماء دول كانوا عايزين يعرفوا هل الإنسان فينا ممكن يخلط أو يتلخبط بين مشاعر الخوف والتوتر أو الإثارة الجسدية ويفكرها مشاعر حب أو انجذاب. يعني لو إنسان فينا اتحط في موقف معين خلى قلبه بيدق بسرعة من الخوف أو الرعب أو الخطر، هل الإنسان ده ممكن يغلط ويفكر إن قلبه بيدق انجذاب رومانسي أو حب؟ اللي حصل في التجربة دي إن العلماء دول استخدموا كوبري عالي جدا وكان بيتهز، كوبري خطر جدا اللي هيعدي عليه هيحس بالخوف والخطر وقلبه هيدق بسرعة من الخوف. كوبري يخوف أي إنسان يعدي عليه. وفوق الكوبري كانت واقفة بنت جميلة وجذابة جدا، وبتطلب من أي راجل يعدي إنه يجاوب على أسئلة محددة، وبعد ما يجاوب الأسئلة كانت بتديله رقم تليفونها وبتقوله إنه يقدر يتصل بيها لو عايز يعرف أكتر عن التجربة. عملوا نفس التجربة على كوبري تاني عادي جدا ثابت، ارتفاعه بسيط جدا، ما فيهوش أي توتر، وبرضه نفس البنت ونفس الطريقة ونفس الأسئلة، وبرضه البنت كانت بتديهم رقم تليفونها. نتيجة التجربة إن الرجالة اللي قابلوها على الكوبري الخطر كتير منهم اتصلوا بالبنت أكتر بكتير من الرجالة اللي قابلوها على الكوبري الثابت. وكمان الإجابات اللي كتبها الرجالة على الكوبري الخطر كانت فيها تلميحات رومانسية أو تلميحات جنسية. لكن اللي عدوا من فوق الكوبري اللي كان عادي أو ثابت مفيش منهم كتير اتصل، وإجاباتهم كانت إجابات عادية. نتيجة التجربة دي العلماء دول وصلوا لنتيجة مهمة جدا، إن الإنسان فينا لما بيكون في حالة توتر أو خوف قلبه بيدق بسرعة أو جسمه بيفرز أدرينالين عالي، ممكن يخلط أو يتلخبط، ممكن يفكر إن اللي بيحصل جوه جسمه نتيجة انجذاب عاطفي أو حب. يعني ببساطة المشاعر القوية حتى ولو كانت خوف أو توتر ممكن نغلط ونفهمها إنها مشاعر حب. الرجالة اللي عدوا على الكوبري الخطر لما حسوا بضربات القلب عالية فهموا غلط إنهم كانوا منجذبين للبنت الجميلة، بس الحقيقة إن اللي خلى القلب يدق بقوة هو الكوبري الخطر، الكوبري المرعب، الإحساس بالخطر أو القلق أو الموقف نفسه، مش البنت. أعصابهم كانت سايرة من الموقف مش من البنت، لكنهم فهموا غلط، فهموا إن أعصابهم سايرة لأنهم انجذبوا للبنت. نتيجة التجربة إن الإنسان فينا لما بيحس بإثارة جسدية
زي دقات القلب السريعة بسبب الخوف ممكن يتلخبط ويفكر إن دي إثارة عاطفية، والأخطر إنه ممكن يفكر إن الإثارة دي بسبب الشخص اللي قدامه، زي الرجالة اللي انجذبوا للبنت في التجربة. الخطير في التجربة إن الراجل ما كانش بيفكر في مشاعره، جسمه هو اللي قرر، والمخ حاول يفسر اللي بيحصل لكن ما لقاش غير تفسير واحد. التفسير: أنا أكيد معجب بالبنت دي لأن قلبي بيدق بسرعة. بس الحقيقة ده كان من الرعب بسبب الكوبري مش من الحب. إيه علاقة التجربة دي بالنرجسي؟ النرجسي الخفي ساعات بيستفزك أو يحطك في توتر أو قلق، مش علشان يزعلك، لكن بيكون هدفه إنك تتعلق بيه من غير ما تحس. انت متخيل إنك مشدود ليه أو متعلق بيه، بس الحقيقة إنك كأنك واقف على نفس الكوبري والنرجسي واقف يتفرج عليك. اللي بيعمله النرجسي معاك هو نفسه اللي حصل في التجربة، لكن بشكل مخادع جدا وخبيث جدا. بيستفزك علشان تتوتر ومشاعرك تتلخبط وتلاقي نفسك ما بقتش فاهم انت خايف منه وبتكره وجوده ولا بتحبه. النرجسي مش لازم ياخدك على كوبري عالي جدا، لكن ممكن يخليك دايما قلقان من رد فعله، يقطع التواصل معاك فجأة أو يختفي، أو يستخدم عليك الصمت العقابي، أو يتجاهلك، أو يطنشك فجأة، يخليك دايما مرتبك، مرة حنين جدا ومرة بارد جدا. علاقتك بيه دايما مهددة، تحس إنك على كف عفريت، ممكن تتهد في لحظة، أو يوهمك إن في منافس ليك، يوهمك إنه في أي لحظة ممكن يسيبك، والبديل دايما جاهز ومستني. اللي هيحصل لك هو نفس اللي حصل في التجربة من الناس اللي عدت فوق الكوبري الخطر. هتلاقي جسمك دايما في حالة توتر، دقات قلبك سريعة جدا، مشاعرك دايما متوترة ومش مستقرة، لكن دماغك ممكن تفسر كل ده غلط. دماغك ممكن تنخدع وتفكر ان مشاعرك المتوترة متوترة لانك مشدود للنرجسي، منجذب ليه او بتحبه، بس الحقيقة انك متلخبط مش اكتر. مشاعر الخوف والقلق والتوتر اللي جواك انت فهمتها غلط، انت فهمتها انها حب او انجذاب، زي ما حصل في التجربة بالظبط. الشخص اللي عدى على الكوبري الخطر ما قدرش يفرق بين سبب التوتر اللي كان جواه ومصدر الإثارة، يعني اللي خلى جسمه ينفعل ودقات قلبه تزيد وجسمه يسخن كان الكوبري مش البنت، ومع ذلك فهم ان دقات القلب الزيادة كانت بسبب جمال البنت وجاذبيتها. انت كمان مش بتفرق بين سبب القلق والتوتر اللي بيملاك ودقات قلبك اللي بتزيد أول ما بيكون النرجسي موجود، وبتفكر إنك منجذب للنرجسي نفسه أو بتحبه. الخطورة إن كل ده نتيجته إن الضحية بتلاقي نفسها مربوطة نفسيا بالنرجسي، مش قادرة تمشي حتى لو بتتعذب، فاكرة إن المشاعر جواها مشاعر حب حقيقي، لكن الحقيقة إن ده تعلق بسبب التوتر المستمر. زي ما تجربة الكوبري أثبتت إننا ممكن نتلخبط بين الإثارة والخطر، بين الانجذاب والخطر، النرجسي بيستغل نفس الحيلة النفسية علشان يربطك بيه، مش بالحب لكن بالمشاعر العالية والتوتر المستمر. صحيح التجربة دي كانت مجرد موقف واحد، لكن اللي بيحصل مع النرجسي هو أسلوب حياته. في التجربة الراجل اللي بيعدي فوق الكوبري العالي الخطر جسمه بيتفاعل، دقات قلبه بتزيد، الأدرينالين بيعلى، التركيز بيكون مشوش، وبدل ما يفهم إن كل ده كان نتيجة الخوف بسبب وجوده فوق كوبري عالي جدا وخطر جدا، المخ اتخدع وربط المشاعر دي بالبنت اللي كانت قدامه وفكر إنه انجذب ليها. يعني الجسم بيكون ساير بسبب الموقف، بسبب الخوف، لكن الشخص في التجربة فكرها إثارة عاطفية بسبب جمال البنت.
وده بالظبط هو جوهر اللعبة اللي بيلعبها النرجسي الخفي، لكن بشكل أخطر بكتير. النرجسي الخفي مش بيطلع بيك على الكوبري، هو بيبني الكوبري جواك، بيخلق لك حالة نفسية غير مستقرة طول الوقت. مرة بيغرقك حب ومرة بيختفي، مرة بيطبطب عليك وبعدها يعايرك، وقت بيكون حنين وأوقات تانية بيكون قاسي جدا وبارد جدا. بالشكل ده جسمك بيكون دايما في حالة استثارة، دايما مش فاهم هل هو حب ولا تهديد ولا خطر. بالظبط زيك زي الشخص اللي كان واقف فوق الكوبري، مشاعرك متلخبطة زيه بالظبط تماما. الدماغ عايزة تفسر بأي طريقة، لأن الدماغ البشرية ما تقدرش تتعامل مع الغموض، لازم كل حاجة تكون واضحة وليها تفسير. فلما النرجسي يكون هو مصدر التوتر والراحة في نفس الوقت، دماغك هتخدعك وتقولك أنا أكيد بحبه، ده بيخليني أحس بحاجات عمري ما حسيت بيها. لكن الحقيقة أنت مش بتحبه، أنت بس بقيت مدمن للتوتر اللي النرجسي نفسه هو السبب فيه. النرجسي بيخليك طول الوقت في حالة نفسية زيك زي الشخص اللي كان واقف على الكوبري الخطر، دايما متوتر مش مستقر، قلبك بيدق بسرعة ودماغك دايما بتدور على تفسير. ولأنك مش قادر تفصل بين اللي عمل فيك كده والإحساس اللي جواك، فتتلخبط وتتعلق بيه. النرجسي مش بيقولك أنا هخوفك، هو بيسيبك أنت اللي تفسر خوفك إنه حب. هو مش بيجبرك تحبه، هو بيخليك تحس إنك مش قادر تبعد عنه وتفكر إنك اخترت كل ده بإرادتك. لكن الحقيقة هو جرك وطلع بيك على نفس الكوبري الخطر أو المرعب، لحد ما دماغك بطلت تفرق بين الحب الحقيقي والرعب والخوف. النتيجة انت مش قادر تقاومه، لانك فاكر انك بتحبه. كل ما يعذبك بتحس ان مشاعرك بتزيد، بتفتكر انك بتجري ورا الحب الحقيقي، لكنك في الواقع بتجري ورا لحظة الامان اللي عمرك ما هتوصل لها. النرجسي بيصنع نفس الكوبري ونفس الخطر ونفس الرعب، بس الكوبري جواك وبيخليك تعيش عليه كل يوم. كل مرة ترجع له يزود القلق والتوتر والاستفزاز، كأنه بيهز الكوبري، وكل مرة بتفكر تمشي قلبك يدق والدماغ تتلخبط وتحس إنك لسه بتحبه. لكن لو وقفت لحظة وفكرت هو أنا فعلا بحبه ولا أنا بقيت مدمن على الإثارة النفسية اللي النرجسي نفسه هو السبب فيها، ساعتها تعرف الحقيقة. انت مش واقع في الحب، انت واقع في فخ. علشان كده النرجسي بيستفز الضحية، ودايما بيكون مستفز، بيستفزك كأنه بيحطك انت في نفس التجربة. والنتيجة جسمك دايما في حالة إثارة، دقات قلبك دايما عالية، دايما متوتر، والأدرينالين دايما عالي جواك قلق وغضب مكبوت، لكن مفيش صدام مباشر، فبتكتم. وهنا السحر بيبدأ، مشاعرك بتتحرك بس مفيش تصريف، فتبدأ تنخدع وتفكر ان مشاعرك ناحية النرجسي مشاعر حب او اشتياق، لكن الحقيقة انت متوتر مش عاشق. الاستفزاز بيخلي الضحية تشتاق للهدوء، والهدوء برضه في ايد النرجسي. النرجسي بيستفزك علشان يخلق دراما وتوتر نفسي، وهو برضه الوحيد اللي يقدر يطفي النار دي. هو اللي ممكن يطبطب عليك بعد ما يشتمك، هو اللي ممكن يسمعك بعد ما يتجاهلك، هو اللي ممكن يضحكك بعد ما يعكنن مزاجك. وبكده دماغك هتتلخبط أكتر وأكتر، لأن النرجسي بالنسبة لك أصبح هو مصدر الألم والوجع، وفي نفس الوقت مصدر الراحة. وهنا بتلاقي نفسك بتتعلق بيه وانت مش فاهم ليه. بيستفزك لأنه عارف الاستفزاز هيعمل فيك ايه، كأنك بالظبط طلعت على نفس الكوبري زي الراجل اللي كان واقف على الكوبري لما كان خايف انه يقع. انت برضه
هتكون على أعصابك وخايف، بس خايف تزعل النرجسي لا تخسره، خايف تفرح فيغير من فرحك أو يبوظ عليك فرحتك، خايف تحكي أي حاجة جواك لأنها هتتقلب ضدك، والنتيجة المخ هيفهم الإثارة اللي جواك بس هيفهمها غلط. النرجسي بيستفزك علشان ينشط جهازك العصبي، يلخبط مشاعرك ويخليها تطلع غلط، ويربطك بيه كأنك محتاجه علشان تهدى، ويقنعك إنك بتحبه، بس الحقيقة انت بقيت مدمن على حالة نفسية هو اللي خلقها بنفسه. زيك زي الراجل اللي كان واقف على الكوبري لما فكر إن الخوف حب. اللي عايش مع نرجسي خفي ممكن يفهم إن ضربات قلبه الزيادة بسبب الضغط والتوتر والقلق اللي جواه يفهمها غلط، ويفكر إنها مشاعر حب للنرجسي، وده بيخليه يتصرف غلط لأنه فاهم غلط. جسمه بيغلي بس عقله مش شايف السبب الحقيقي. انت منفعل منه مش منفعل بيه. اللي جواك توتر وقلق وعصبية من تصرفاته لكن مش حب. النرجسي بيستخدم نفس المبدأ بس بطريقته، مش بيوديك على كوبري عالي، هو نفسه بيكون الكوبري، بيستفزك، يحيرك، يسحب اهتمامه فجأة، يجرحك بالكلام فجأة، يديك إحساس إنك ممكن تخسره في أي وقت، والنتيجة جسمك دايما في حالة إثارة عصبية، أعصابك دايما سايرة، دقات قلبك سريعة، بس دماغك مش دايما بتفهم السبب الحقيقي، فتفكر إنك بتحبه وتبدأ تقول لنفسك أنا مش قادر أنساه، أنا أكيد بحبه، أنا محتاج له. والصدمة إنك مش واقع في حبه، انت جواك توتر وإثارة من المواقف اللي بيعملها فيك، مش من حبك ليه. هو خلق السيناريو وانت ربطت الإحساس بيه مش بالموقف. كل مرة يستفزك، يتجاهلك، يحيرك، هو مش بيعمل كده صدفة ولا علشان يأذيك، هو كأنه بيطلعك على نفس الكوبري ويسيبك تتلخبط بين خوفك وتوترك واحتياجك ليه لحد ما تصدق إنك بتحبه. اللي جواك مشاعر عصبية سايرة من تصرفاته، مش مشاعر طبيعية، والنتيجة انت بتفكر إنك بتحبه، بس الحقيقة إن جسمك ساير من تصرفاته المستفزة. النرجسي بيتعمد يخليك دايما على أعصابك علشان مخك يربط إحساسك بيه، وتتحول في النهاية إنك بقيت مدمن على وجود النرجسي في حياتك رغم كل الأذى اللي بتشوفه منه. هو بيهد استقرارك النفسي، مرة مهتم بيك ومرة يختفي أو يتجاهلك، مرة بيغزلك ويمدح فيك وفي لحظة بيكسفك قدام الناس، بيرميك دايما في دوامة مشاعر، يخلق جو من الغموض والتوتر، وتلاقي نفسك دايما على أعصابك بتحاول تفهمه، خايف تخسره، بتتعلق بيه وانت مش فاهم ليه. زيك زي الراجل اللي كان على الكوبري قلبه بيدق وغلط لما فهم ان قلبه بيدق لانه حب البنت اللي كانت موجودة على الكوبري. انت كمان غلطت وفهمت ان الخوف والقلق والحيرة اللي جواك فهمت انها حب او تعلق، والعاطفة اللي جواك سببها الإثارة العصبية من المواقف اللي بيعملها النرجسي، مش حب حقيقي. وده بالظبط اللي النرجسي بيلعب عليه. في الآخر مشاعرك ناحيته بتكبر وبتتعلق بيه أكتر وأكتر لدرجة الإدمان، مش لأنه يستاهل حبك، لكن لأن جسمك دايما في حالة إثارة عصبية وانت فهمتها غلط.